الحمد لله الذي جعل اليمن بلاد الهم والحسرات، وبث فيها الجرع والأزمات، ونزع الرحمة من قلوب البشوات، وجعل الجرع القاتل من المنجزات، والفقر من أعظم الخدمات، وجعل شراء القمح والدقيق والحليب من المعجزات. نحمده سبحانه وتعالى عدد ما اقترفت حكومتنا من السيئات، وعدد ما خلقت لنا من الكوارث والمشكلات، وعدد ما نهبت من الأموال والثروات، وعدد ما بنى المسؤولون من الفلل والعمارات، وعدد ما امتلكوا من الصوالين والسيارات، وعدد قتل الحوادث بسبب الحفر في الطرقات. ونشكره تعالى شكرا عدد ما دخل المحاكم من الرشوات، والإدارات من العشوات، وعدد الشحاذين والمتسولين في الجولات، وعدد العاطلين من أصحاب الشهادات والجامعات. ونستعين بالله على هذه الأهوال والنكبات، ونستنصره على الشياطين وما لها من خطوات. ونعوذ بالله من شرور سياستنا وسيئات حكومتنا والهفوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما عدد ما حل بنا من المصائب والصدمات، وعدد الليالي التي نقضيها بلا كهرباء نتخبط في الظلمات، وعدد ما بيع من الشمع في الدكاكين والبقالات، وعدد ما نسمع من الأخبار والنشرات وما تلاها من الصحف والمجلات. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله والثبات على هذه الأزمات. واعلموا أن الاقتصاد يعاني آخر السكرات، أما الريال فقد مات، والشعب يصارع الويلات، وكل ما هو آت آت، فساد وسرقات، مصاعب وعقبات، وجرع مقبلات، وآبار نفط نازفات، ودموع وصرخات، وبلاء وأمراض ونكسات، وهيهات أن يصلح حالنا هيهات. واعلموا أن نهب ثروات اليمن وشف خيرات الوطن فللحكومة 500,000 برميل معلن، وللشعب كله جلا، وكل هذا لمصلحة اليمن. واعلموا أن أعظم منجزات بلد الحكمة أن راتب الشهر يكفي لتوفير اللقمة، وللعسكري بالمجان كل وجبة كدمة، والأمن 24 ساعة تحت الخدمة بعد أن تحل النقمة. واعلموا أنه من هم بسرقة لقمة السجن مأواه ولا رحمة، ومن لطش مليارا فجزاؤه القمة، وهذا قرار الشعب وهو رأي الأمة. واعلموا أن حكومتكم حسب ما اختار الشعب وطلب، والتي لولاها لهاجر الشعب واغترب، وتغير الوضع وانقلب، ولهرب من الفقر من هرب، ولذقتم المر يا عرب، ولولاها لما حفر البحر الأحمر، ولما استورد السكر، ولا أكلتم العصيد والمطير، ولما عرفتم العزة والنخير، ولعشتم في تخبط وخبيط، ولولاها لما سبقتم العالم في صناعة الصلصة والزبادي، ولولا إصلاحاتها لأغرقتكم السيول في كل وادي. واعلموا أن حكومتكم البهية أنظف حكومة على وجه الكرة الأرضية، فقد نظفت خزينة الدولة من الميزانية، وقضت على الفساد في كل الدوائر الحكومية. واعلموا أن الضرائب القاتلة هي لتأديب التجار ولمصلحة الرعية، فأنتم شعبنا الأبي في أرض الجنتين الأبية، فلا تظنوا الأمور هوشلية. وتعتزم الحكومة توصيتكم بوصية كنوع من الإجراءات الوقائية، فاحفظوا هذه الوصايا الوطنية قبل أن تبتلعكم الكرة الأرضية. عليكم بقلة الطعام وكثرة الصيام، وعند الإفطار عليكم بالملح فإنه نافع للمفاصل والعظام. ونقول لكم يجوز الجمع والقصر بين الوجبتين والثلاث في الطعام، وقد أفتى بهذا السيد الشيخ الإمام. واسألوا الله عند الإفطار بأن يحسن للروث الختام، فقد نحل جسمه من المرض والسقام، ووزنه أقل من جرام. وتوبوا إلى الله وموتوا باحترام، ولا تصدقوا أقوال اللئام بأنه لا شريك للحكومة في المال العام. الله وكيلنا على هؤلاء يوم الزحام، والله عزيز ذو انتقام. ونقول لكم في الشعب مفسدون وعاشقون للإجرام، فلا تصدقونهم حين يقولون هناك عاطلين ومساكين وأيتام يشربون الدموع ويأكلون الأوهام وينامون على الحطام. ومن قال هناك جوع ممدود وفقر موجود وخبز مفقود وظلم مشهود وفساد غير مردود وجرع كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فقوله مردود، وشعبنا الأبي عليه شهود. ونقول لكم اطمئنوا، فنحن نسير بالبلاد إلى الأمام، وفي يوم العيد القادم الذي مقداره 50,000 عام ستكون الأمور على ما يرام، ويسود العدل والنظام، وتكون الديمقراطية تمام التمام، وسيعيش الجميع في رخاء وسلام. ومن يثير الشائعات بأن الشعب مشلول وسيف الفقر مسلول والدعم مأكول ومال الخزينة مغسول والضرائب للمسؤول والريال على النعش محمول، وأن الحق مخذول والعدل معزول والمواطن مقتول، وأن مستقبل البلاد مجهول. وحي على الفلاح، حي على الفلاح يا